لازم اول حاجه نتكلم عن راي الناس الشعب عايز ايه. ولازم نبقى عارفين ان طول ما الدم المصري رخيص يسقط اي رئيس. لازم يبقى لازم الرئيس يبقى عارف وواصل لكده. وانا بشكره. اول حاجه لازم قبل ما اتكلم اي كلام لازم اشكر الرئيس محمد مرسي، اللي هو ما يفرقش كتير عن محمد مبارك. كل الحكايه ان احنا شلنا مبارك، جبنا رئيس بدأ، بس هو مبارك. لازم اشكره ان هو عمل لنا اعلى دعايه لخطاب اللي الناس فعلا ما كانتش قاعده، كانت قاعده مش مصدقه الكلام اللي بيحصل. ما كانتش قاعده كده تتفرج وخلاص، لا، ما كانتش قاعده مصدقه اللي بيقوله. هل هو ده رئيس جمهوريه مصر العربيه، اكبر دوله عربيه موجوده في الشرق الاوسط؟ استحاله لما تيجي تقول ان ده اكبر رئيس دوله عربيه. الدول العربيه كلها وبما فيهم امريكا واوروبا كانوا بيحترمونا، ولو حتى 1% احترام. احنا ما بقاش عندنا اي نوع من انواع. الراجل ده هزقنا في وسط العالم كله. الراجل ده ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه. مصر كبيره عليك قوي يا مرسي، كبيره عليك قوي يا مرسي، وكبيره عليهم كلهم منه لله. خلى الشعب 2 اخوان مسلمين اللي هم المتأسلمين وليس المسلمين، لان الاسلام ما بيقولش كده. الاسلام بيقول ان احنا كلنا مصريين، كلنا اخوات، كلنا. ده يعني ازاي؟ وبعدين يطلع لي واحد شيخ بيقولوا شيخ ايه ده اللي يطلع يكفر المسلمين ويكفر الناس؟ مش من حقك، انت الكافر اساسا مش من حقك تكفره. ازاي انت تطلع تكفر واحد؟ لا، ده كفر الشعب كله بما فيهم. ما فيش الا هم بتوع رابعه العدويه، هم بس المسلمين، هم دول اللي مش كفره وكل الشعب كافر. مين قال كده؟ مين قال كده؟ وانهي دين وانهي اسلام اللي يقول ان احنا نكفر الناس؟ ده حق. ده الرسول عليه الصلاه والسلام ما كفرش حد، ما كفرش حتى المشركين. يعني ازاي؟ يعني هقول ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل ويسكت اي رئيس طول ما الدم المصري رخيص.